مرحبا. رسميا جواو سكرامينتو المساعد الأول لمحمد وهبي في المنتخب الأول. إذا أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن المدرب البرتغالي جواو سكرامينتو سيشغل منصب المساعد الأول للمدرب محمد وهبي في قيادة المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، وذلك ضمن التحضيرات الجارية للاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها كأس العالم 2026. حل سكرامينتو بالمغرب مؤخرا لإجراء جلسات تفاوض مع مسؤولي الجامعة، وتم التوصل إلى اتفاق يقضي بانضمامه رسميا للطاقم الفني، بينما لا يزال المدرب وهبي يبحث عن بقية أعضاء الجهاز الفني لتكوين فريق متكامل قادر على قيادة المنتخب بأفضل صورة ممكنة. يعرف سكرامينتو بخبرته الكبيرة في العمل ضمن أطر تقنية متقدمة، إذ سبق له أن كان مساعدا للمدرب جوزيه مورينيو، وعمل في أندية كبرى مثل باريس سان جيرمان، روما والدحيل، قبل أن يخوض تجربة تدريب كمدرب أول مع نادي لاسك لينز النمساوي. كما يمتلك سكرامينتو مؤهلات أكاديمية متميزة تشمل دبلوم التدريب الرياضي وماستر في تحليل الأداء الرياضي، ما يعزز من قيمته الفنية في الطاقم المغربي. يشير مراقبون إلى أن انضمام ساكرامنتو يعزز الخبرة التكتيكية والفنية للمنتخب المغربي، خاصة مع بداية مشروع المدرب محمد وهبي الجديد الذي يركز على دمج الخبرة مع الشباب المحلي والمحترفين في الخارج. وينتظر أن يساهم ساكرامنتو في الإعداد الكامل للمنتخب للمباريات التحضيرية ونهائيات كأس العالم، مع التركيز على تطوير الأداء الجماعي وتعزيز الجانب البدني والتكتيكي للفريق. إلى اللقاء.